وبالتالي وحتى هو قدامكم على الشاشه جانب اهو من التدريب الصباحي اللي اشتغل عليه الجهاز الفني مع اللاعبين. طبعا مش هتلاقوا كل اللعيبه في التدريب لان امبارح كان في مباراه، النهارده كان في استشفاء للعيبه الاساسيه، واللاعيبه اللي شاركت في جزء من المباراه او اللي ما شاركتش خالص قدامكم اهي في التدريبه الاساسيه. من النقاط المهمه جدا واللي كلنا مهتمين عشان نعرف اخبار الفريق ايه، عايز اطمنكم الحمد لله احمد عبد القادر، خالد عبد الفتاح تم يعني الحمد لله شفائهم بشكل كبير جدا وجاهزين لمباراه سان داونز. ايضا كمان عمرو السوليه الحمد لله النهارده في التدريب اصبح جاهز للمشاركه في المباريات، ولكن وفقا لرؤيه الجهاز الفني بقياده مارسيل كولر. دكتور احمد ابو عبله النهارده طمنا على عمرو السوليه، قال انتهى من البرنامج التاهيلي جاهز للتدريبات الجماعيه والمباريات الرسميه. كمان دكتور احمد طمنا على احمد عبد القادر، قال تعافى من الاصابه بالجزع في الرباط الداخلي للركبه، وقال كمان خالد عبد الفتاح اصبح جاهز بعدما تعافى من الاصابه اللي تعرض لها بجزع في الرباط الداخلي ايضا للركبه. فبالتالي احمد عبد القادر، خالد عبد الفتاح، عمرو السوليه موجودين مع الفريق. لو رحنا بقى لجانب اخر من كواليس السفر هتشوفوا بقى اللعيبه كلها في مطار القاهره. كمان موجود حسين الشحات، كمان موجود كهربا، يمكن اللي خرج من رحله السفر بنتكلم مثلا محمد فخري، محمود متولي، دول طبعا مصابين، ومحمود متولي لسه قدامي حوالي شهر مثلا على ما يبدا يعود للتدريبات الجماعيه. كمان مش موجود في رحله السفر ايمن اشرف وبرونو سافيو. موضوع برونو سافيو ده اكيد الجهاز الفني هيبقى ليه توضيح خلال الفتره اللي جايه. طيب قدامكم كواليس رحله السفر، قدامنا اهو بيرسي تاو، اليو ديانج، كمان حمدي فتحي. اللعيبه بقى كانت موجوده في احدى كده القاعات الفي اي بي في صاله السفر. علي لطفي قبل التحرك والسفر الى جنوب افريقيا. في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهل.